بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا جماعة، جلسة موفقة على الجميع إن شاء الله. النهاردة احنا بنتكلم جلسة الاثنين 14/4/2025. طيب احنا كده بالظبط تقريبا عند منتصف الشمعة الطويلة قوي اللي حصلت يوم 6/4. يوم 6/4 ده الافتتاح بتاع السوق كان 31,699. الإغلاق بتاعه 30,639. نزل تحتيها يعني لكن احنا بنتكلم على البادي بتاع الشمعة نفسها، ماليش دعوة بالشادو. كويس، فاحنا عندنا الإغلاق بتاعه 30,639. الفرق بينهم 1060 نقطة. لما أقسمها على الاتنين هتعمل 530 نقطة، هضيفهم على 30,639 يبقى احنا عند 31,169. السوق قافل بعديها ب5 نقط، يعني عند 31,174. فإذا يعني هو لسه مازال عند منطقة المقاومة اللي هي منتصف الشمعة اللونج اللي حصلت يوم 6/4. اللي مش عاجبني عشان برضه أبقى صريح كده من أولها، انخفاض أحجام التداول بصورة يومية. المتوسط العام لآخر 5 جلسات هو 4 مليار. امبارح منفذين منهم 3 مليار و200. أول امبارح منفذين 3 مليار و800. من 3 أيام منفذين 4 مليار. فاحنا كل يوم بننزل ومش عارف السبب الحقيقة، ولكن قد يكون اللي هو السبب إن إحنا اقتربنا من المقاومة. وإحنا كنا حاطين المقاومة الرئيسية والمستهدف الأول 31,300 31,360 في الزون دي. الانعكاس الزمني اللي جاي هيكون يوم الخميس. يوم الخميس ده طبعا احنا عارفين ان هو اجتماع المركزي. هيعمل ايه؟ هل هيثبت ولا هيخفض؟ يعني أتمنى طبعا التخفيض ولكن الأخبار المتواترة مؤخرا ارتفاع التضخم تاني، مع إن الأجانب بيخرجوا الهوب ماني بتاعهم، فعايزين فايدة أعلى. آخر طرح تقريبا برضو ما تغطاش غير 9%، عشان كانوا عايزين بالنسبة للسندات، عشان كانوا عايزين فايدة أعلى. يعني هو الحقيقة المركزي في مأزق، يعني كلنا كنا متخيلين إن هو سلسلة التخفيضات دي هتبتدي، فهو في مأزق. فأيا كان قراره يعني هو إيه، هو سيد قراره زي ما بيقولوا يعني. كويس. أنا من وجهة نظري أنا شايف إنه الأقرب التثبيت، وإن كان كل البنوك العالمية يعني أو كل المؤسسات العالمية بتقول إن هو تخفيض، فلعله الخير. يعني أتمنى إن هو يكون تخفيض بإذن الله. وهنتكلم تفصيلا ليه التخفيض مفيد للبورصة، يمكن يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله نخليها كده في اللقاء المفتوح ده. ما يرقاش طبعا إن هو يبقى محاضرة، لكن أنا أقل من إن ندي محاضرات. كويس، ولكن خلينا نسميه لقاء مفتوح. فهنتكلم ليه سعر الفايدة يعني عكس السوق. فطيب احنا خلينا في جلستنا. فأنا أغلب ظني إن السوق هيمشي عرضي حتى تاريخ الانعكاس القادم، انتظارا لقرار المركزي. السوق ما زال إلى الآن هو في ظل سياسة أو استراتيجية شراء الانخفاضات. المستهدف الأول 31,300، المستهدف الثاني هو 33,000. النهاردة هنتكلم عن بالم والقلعة وجهينة وسيتي كرير. بالم تصلح للمتاجرة، عندها دعم حوالين 6.47، مقاومتها 6.58، ثم 6.65. أقرب انعكاس ليها هيكون يوم 18/4 اللي هو هيبقى الجمعة، اللي هو بعد قرار المركزي. فيعني بالم بتقول إن هي لو الانعكاس ده إيجابي يبقى قرار المركزي هيكون تخفيض، لأن بالم من الشركات اللي واخدة قروض كتيرة، فهتستفيد من قرار المركزي إن شاء الله.
هي على أي الأحوال هي محشورة لفظا كده. محشورة في سحابة الأشموك. أول ما تعدي من سحابة الأشموك طبعا الحد العلوي بتاعها 658، والحد السفلي ليها 642 أو 638. كويس، هي محشورة في النص ما بينهم، أول ما هتعدي منها إن شاء الله تنطلق. القلعة انعكاسها النهاردة عندها دعم 269، مقاومتها 279، بعديها 283. أعتقد إن هي تصلح للتريدات. الجهينة بتحاول تكوين قاع في الحتة اللي هي فيها دي، دعمها عند 3160، مقاومتها 31 85. اعتلاء 31 85 ده هتاخد الخط الصاعد بتاعها. أول مقاومة بعد كده هتبقى عند 32 5. سيدي كرير الحمد لله رب العالمين، يعني من فضل الله وحده، أصبح دعمه النهاردة 21 40، مقاومته 21 83، وإن شاء الله مكمل بفعل الكوبون. ابن العاق اللي هو اسمها كيمة. شايف برضو فيه تحركات على الويكلي، هي بتمشي جوه الجزمة الأول الحقيقة يعني. عايزة طول بال يعني. كويس، في تحركات بتقول إن في مشتري ابتدى يظهر عندها على المستوى الأسبوعي. فيعني حين يوحيك ربنا كده إن شاء الله. هي هانت يعني، قربت. هي المهم عندي إن هي تعدي من الزوم بتاع 8 جنيه، بعديها تفتح معانا لغاية 68 دفعة واحدة يعني. ما تستغربوش لأن أداء كيما هو أداءها كده، هي شكلها كده. كل سهم وليه طبيعته، مرة واحدة بيفضل كده راكن راكن راكن، وفي جلسة واحدة هتلاقيه، ممكن تلاقيه جاب لك 68 ازاي ما تعرفش يعني. يعني هي شكلها كده، هي خلقتها كده زي ما بيقولوا يعني. احنا مع بعض في خلال الجلسة برضو، ربنا بيكرمنا ويوفقنا الحمد لله. شفنا أكتر من فرصة، وأعتقد إن في ناس كتير الحمد لله من فضل الله وحده استفادت. خلينا مع بعض وربنا يصلح الأحوال إن شاء الله. دي كل حاجة حابب أقولها النهاردة، ودي وجهة نظري في السوق المصرية، مبنية على أسس التحليل المتعارف عليها، على سبيل الاسترشاد وليس على سبيل التوجيه، ودون أدنى مسؤولية. تحياتي ودمتم سالمين. محمد جوال.